السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا اللي ما يعرفنيش، انا حبيبة، قناتي اسمها فكري فصلي مع حبيبة. وحبايبي بقى اللي عارفيني احنا حبايب من زمان، صح؟ النهاردة عندنا طريقة حلوة للكنافة. حاجة كده تغيري بيها الشكل المعتاد للكنافة لولادك، وهتبقى كمان طعمها حلو ولذيذ ومقرمش. يلا نشوف احنا هنعمل ايه مع بعضينا، ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندي نص كيلو كنافة، وعندي العسل اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، وعندك سمنة بلدي، ما عندكيش استعملي السمنة اللي موجودة، وعندنا معلقتين سكر بودر. كنافة بتاعتك هتبقى في الفريزر، مش في الفريزر وجاتلك جبتيها في نفس اليوم، مفيش اي مشكله. هتحطيها على الرخام زي ما انا هحطها كده دلوقتي، وبالطرنش بتاعك، وتبتدي ان انت تقطعيها او بالسكينه او بالمقص ايا كان. المهم ان احنا نخليها مفرفته كده وما تكونش ماسكه ببعضيها. تمام؟ وصلنا مع بعض لحد كده، يلا نكمل. هنكمل بقى ونقول ايه. هنجيب مع بعضينا الحليب بتاعنا. عندي هنا نص كيلو من الحليب، ومعايا معلقتين من النشا ما يكونوش مليانين. يعني لو معلقة كبيرة هرمية تمام، مفيش زي ما انا مش عارفة اتلافة كده، عشان انا اللي بصور دلوقتي حاليا نفسي. ونبتدي ان احنا نقلبهم على البارد. حابة تحطي معلقة سكر، مفيش مشكلة. عايزة تخلي القوام يكون تقيل شوية، حطي نص معلقة سميد بسبوسة. مش حابة، مفيش اي مشكلة. وعليكي بقى وعلى الدسامة والجمال والحلاوة معلقة قشطة، ولو مفيش معلقة قشطة هنحط آه، مكعب زبدة. هنا سوينا المهلبية بتاعتنا او الكريمة بتاعتنا ايا كان المسمى، وبكبكت كده وبقت مستوية وجميلة وحلوة. وهنبتدي نشوف احنا هنعمل ايه بقى في الكنافة. رجعنا تاني على الكنافة بتاعتنا، وهنحط بقى ايه؟ السكر البودر بتاعنا زي ما انتوا هتشوفوا كده. ليه بتحط السكر البودر؟ علشان لو انا حطيت السمنة الاول وبعد كده حطيت السكر البودر، هتكتل معايا، يبقى كل جزء مع بعضه كده، ومش هتبقى السكر واخد الكنافة كلها. اما لما انا افرك بيه الكنافة هيتجانس كله مع بعضه، وتبقى السكر واخد الكنافة كلها. وبعد كده ابقى احط السمنة براحتي. انا كده هنا كنت خلصت، وهبتدي ان انا احط السمنة بتاعتي زي ما انتوا شايفين، واقلبها كويس جدا كده. وابتدي بعد ما قلبتها اجيب الصينيه بتاعتي ديت مقاس 28. هبتدي بقى ان انا ارص فيها الكنافه بتاعتي. هنقسم الكنافه نصين، الجزء اللي تحت والجزء اللي فوق. مش هيبقى طبقه عاليه قوي، بس هتبقى مغطيه الكريمه بتاعتي. انتوا عارفين ان انا بشتغل بايديا، انا بحب اشتغل بايدي، ايدي نظيفه، ايدي على طول في الحنفيه. انا مش بحب اشتغل بكلافز الا في حاجات معينه بتكون ليها روايح نفاذه، او توم بصل حاجات ما بينفعش ان انا اتعامل بايديا. تمام؟ هنا حطيت الجزء بتاع الكنافة بتاعتي، وببتدي ان انا احساس بالايد كده تشوفي ايه المكان العالي وايه المكان المنخفض، ايه اللي انا اقدر احط فيه وايه اللي ما اقدرش احط فيه. احساس ايدك هو اللي هيعرفك الطبقة ماشية ازاي. تمام؟ هنا بشوفهم النصين قد بعض ولا لا. طبعا اتفقنا ان احنا النص اللي تحت هيكون اعلى شوية من الجزء اللي فوق، علشان خاطر دي الطبقة اللي هتشيل معايا الكريمة، والطبقة اللي فوق لازم تكون خفيفة. تمام؟ يلا بقى، عمال ما نسوي الكنافة بتاعتنا كده، اللي وصل معايا في الفيديو لحد كده ما ينساش يعمل لي سبسكرايب للقناة ويفعل لي زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. وكمان ما تنسوش اللايك يا امرات يا حلوين، عشان اللايك بيفرحني وبيحسسني ان انتم مهتمين بيا وبتتفرجوا معايا على الشغل بتاعي. تمام؟ مش هفكركوا تاني، انا بقول لكم اهو. يلا اللايك الحلو كده وانتي بتتفرجي، لو نسيتي انا بفكرك بيه. هنا انا عملت الطبقة بتاعتي اهي، وسويتها كويس جدا وضغطتها في الصينية بتاعتي لحد ما حسيت ان هي مش بتتحرك، عشان لما انزل عليها الكريمة واجي افردها بالسباتولا ما لاقيش الكنافة بتاعتي بتشبك معايا وبتروح شمال وبتروح يمين. هنا نص كيلو الحليب ومعلقتين النشا، هم دولت اللي عملوا لي الكميه بتاعتي دي حلوه قوي ومناسبه للصينيه، وعلى قد نص كيلو الكنافه بالظبط. حابه ان انت تقللي لو انت مش بتحبي الارتفاع بتاعها عالي، مفيش اي مشكله،
بس عايزه اقول لكم ان كانت تحفه وهي كمان سخنه، والكريمه بتخرج كده من الكنافه، وهم حاجه تانية خالص. هنا انا فردت الكريمه بتاعتي. حاولي ان انت ما تجيبيش الكريمه على حروف الكنافه لورا خالص، علشان خاطر وهي بتستوي ما تتحرقش منك وتعمل ريحه في الطعم كمان. مش شرط وهي بتستوي، لا، وانت بتيجي تاكلي هتحسي ان طعم اللبن وهو محروق مش حلو. هنا بقى ناخد الجزء التاني، هنبتدي ان احنا نرش كده داير داير زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان ده تالت مره اسجل الفيديو ده. كل ما اجي اسجل الفيديو حد يرن عليا، الجرس يرن، بينادوا عليا، يخبطوا عليا الباب، فربنا يستر واكمل الفيديو على خير. هم. خدت الكميه كلها اهي. تمام. وهنبتدي بقى ان احنا نظبط، هاخد من كل الاجزاء العاليه، هشوف ايه اللي موجود منهم يغطي الكريمة، او الاماكن اللي الكريمة باينة فيها، واخد من العالي احط في الكريمة اللي باينة، اهو زي ما انتم شايفين كده. مش هدوس عليها جامد، بالطبطبي بالراحة، طبطبة خفيفة كده. وبعد كده بقى جبت السمنة بتاعتي، بقيت السمنة اللي موجودة. احنا استعملنا حوالي كوباية الا ربع سمنة، مش الكوباية المج الكبير، لا الكوباية بتاعت الشاي. حلوة قوي، والمادة الدهنية يا دوبك كانت على قد الصينية، مش كتيرة قوي ومش قليلة قوي. لان للاسف احنا الحلويات الشرقية بتاعتنا خصوصا الكنافة بتاخد سمنة محترمة، هي والجلاش. يمكن البسبوسة ما بيبقاش السمنة بتاعتها عالية، بس الكنافة والجلاش بياخدوا سمنة كتير. هنا انا نزلت كل اللي في البولة معايا، وكده الكنافة بتاعتي جاهزة خالص. وهنبتدي ان احنا ندخلها الفرن على درجة 180 عشان تاخد فوق وتحت زي بعض. والقمر بتاعتنا طلعت اهي زي ما انتوا شايفينها، تحفة ومقرمشة وجميلة. دلوقتي هنسقيها بالعسل بتاعنا اللي احنا عملناه قبل كده. ان شاء الله ربنا يذكرني ويخليني احط لكم في صندوق الوصف. العسل بتاعي انا عاملاه يناسب كل الحلويات اللي احنا نعملها ان شاء الله طول شهر رمضان، من جلاش لكنافة لبقلاوة. اللهم صل على سيدنا محمد، رموش الست والعوامية الزلابية يعني، وبلح الشام، كل الحاجات اللي بنستعمل لها شربات طول الشهر. هيبقى الشربات ده مناسب جدا. ليه؟ هقول لكم لان انا مش عاملاه تقيل قوي ولا خفيف قوي، مناسب. حتى لما تيجي تشيلي الحاجة من الصينية ما تبقاش ماسكة ومتماسكة كده من تقل الشربات اللي فيها، لا. انا عاملاه مناسب زي ما انا قلت لكم. كيلو السكر عليه نص لتر ميه. بس انا ماليه الازازه اللي هي 600 مللي، اللي هي الازازه المعدنيه الصغيره، على كيس السكر. وعصره الليمونه معلقتين سكر، معلقتين، اللهم صل على سيدنا محمد، معلقتين عسل كلوكوز، والدنيا كانت تمام. خليته بقى في البرطمان، وانا بطلع منه بقى في كل حلوياتي، وعلى طول جاهز معايا. عشان انتوا عارفين انا بعمل اوردرات وبنزل شغل على الجروب بتاعي، فلازم يكون الحاجة عندي جاهزة، بحيث ان انا اتخرج من الفرن اشغل على طول، ما اخدش وقت كمان في التسوية. هنا بقى حبيت ان انا اعمل ديكور كده للكنافة بتاعتنا. لازم ادلعها، لازم الكنافة بتاعتنا تبقى مميزة عن بقية الشهور بتاعت السنة. احنا الشهر ده شهر مفترج وشهر كريم، فبيتهيألي بقى الكنافة بتاعته لازم تكون شكلها كده مختلف عن اللي احنا بنعملها على طول. فقلت هنا ايه، اعمل لها هلال كده علشان خاطر اديها ديكور كده خفيف. قالوا لا انت عامله الهلال واسع ومش شكله كده، لا عايزين يكونوا مظبوط، يكون حلو. طب اعمل لكم ايه؟ ما خلاص، ما انتوا كده كده هتقطعوها وتاكلوها. قالوا لا، انت بتنزلي حاجه الشغل حاجه، وحاجتنا احنا حاجه تانية، دلعيها لنا. قلت لهم حاضر، هدلع لكم الكنافه. رحت عاملاه مسكت الطبق ورحت محدده بيه برضو كده تاني زي ما انتوا شايفين. وعملنا طبقة تانية عشان الهلال يصغر شوية. طيب هنعمل ايه؟ هنكمل بقى بقية جوز الهند عشان نقفله خالص كده. حابة تستكفي بكده وتحطي كريزاية عند نص الهلال، مفيش اي مشكلة. كريز اللي هو المسكر بتاعنا. عندك فول سوداني حطي. هنا بقى انا كنت جايبة مكسرات علشان خاطر هشتغل بيها النواعم بتاعة الاوردرات بتاعتي.
فقلت بقى اديهم كام وحدايه كده من المكسرات، قعدوا يقولوا لي حط لنا مكسرات، فقلت زي بعضه ادوقهم عشان خاطر اكون ايه، عملت الواجب معاهم للاخر يعني. حطيت هنا شويه فستق، وحطيت بعد منهم شويه لوز مكسرين. اي حاجه موجوده عندك اعمليها. الفستق ده انا كنت عملته قبل كده في القناه، اللي هو الفستق الكداب السوداني والوان طعام، و... وكان كويس جدا، وكنت شغاله بيه شغل كتير جدا بتاع البودفور بتاع السنه اللي فاتت، في نواعم السنه اللي فاتت. السنه دي عندي شغل عادي وعندي شغل سبيشال، يعني فاخر. فقلت اجيب بقى، جبت ربع من كل نوع عشان اقدر ان انا اشتغل بيه النواعم بتاعتي. هنا بقى كان عندي داست جايباه برضو للشغل اللي انا اعمله بتاع النواعم، فخدت بالفرشة بتاعتي كده. قلت بقى الجزء اللي هو فاضي دوت، اللي هو هيبقى سادة مفهوش اي مكسرات، ندلعه كده ونحسسه ان هو برضو ابن ناس يعني. فقلت مسكت الفرشة كده وفضلت ان انا ايه، يعني ادلعه شوية، واحط ايه على الحروف بتاعته كده الدست. ومسكت كام لوزية عملت لهم اللي هي بقى النجمة اللي هي جنب الهلال ديت. والكنافة بتاعتنا زي ما انتم شايفينها كده طلعت قمر، وكمان الطعم كان حلو قوي. هقطعه معاكم. كان نفسي اسمعكم صوت الكنافة والقرمشة بتاعتها، بس بقى ايه عشان انا سجلت على الفيديو. ادي الكنافة بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين. ايه رأيكم؟ مش لازم تلتزمي بال بالمكسرات اللي انا حطاها. انت ممكن تستعملي سوداني، ممكن تستعملي كريز مسكر، وممكن كمان تحطي عليها كريمة من فوق هتديكي شكل وممكن تعمليها بالنوتيلا. لو عندك نوتيلا ممكن تعملي جزء جوزة الهند وجزء نوتيلا، وهتلاقيها بقت تحفة. هنا بقى انا كنت بقطعها، كانت بتخربش خربشة غير طبيعية، كانت والله تحفة. اهو، ايه رأيكم؟ على فكرة انا بنفس الطريقة بعملها، بس بعملها في صينية مربعات عشان ببيعها بالكيلو. تمام. انا عملتها مدورة عشان هما كانوا عايزين يعملوا هلال، لكن كده الصينية بتتباع على بعضيها، اما المربعات بالكيلو. اهو كده قطعناها، الارتفاع بتاعها حلو، الكريمة بتاعتها احلى واطعم، وكانت لذيذة جدا. بألف هنا وشفا لكل اللي كل. عايزه اقول لكم ان انا نزلتها على الجروب، احنا خدنا النص دوت، والنص التاني خرج نص كيلو لوحده كده. بألف هنا وشفا للي كله. وادي عم مروان. مم. بيقول لي بقى يلا اديني، انا بقول له اديني كام من 10. قال لي لا 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 لا، ما تقوليش ده 100 من 100، مش 10 من 10. ادي الكنافة بتاعتنا خلصت اهي. يا رب تكون عجبتكم، وما تنسونيش بقى زي ما قلت لكم في اللايك، واللي مشتركش عند حبيبه يشترك، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. واستنوني بقى في نوايم العيد، ما تنسونيش في الكلام الجميل بتاع الكومنتات، بيشرح قلبي. اشوفكم على خير. السلام عليكم.